تخيل معايا كده، راجل لابس بدلة شيك ونايم على شاطئ عام في استراليا. الناس عدت من جنبه عادي، افتكروه بيستريح، لكن بعد ساعات اكتشفوا انه ميت. والأغرب، مفيش في العالم كله شخص واحد عارف هو مين، ولا اسم ولا هوية ولا حتى ماضي، كأن الشخص ده ما كانش موجود أصلا. السلام عليكم. حكايتنا بدأت سنة 1948 في مكان اسمه شاطئ سومرتون في استراليا. كان يوم عادي جدا، ناس ماشية، البحر هادي والجو لطيف، لحد ما واحد من الموجودين لاحظ راجل نايم جنب الحيطة البحرية. الراجل كان لابس بدلة نظيفة، جزمة شيك، ومظهر مرتب جدا. في الأول قالوا يمكن تعبان، يمكن نايم شوية، لكن مع الوقت بدأ القلق يزيد. لما قربوا منه أكتر اكتشفوا الحقيقة، الراجل مفيش فيه أي حركة. الشرطة وصلت بسرعة، وبمجرد ما شافوا الجثة بدأت أول علامات الغموض. الوضع كان غريب جدا، مفيش آثار مقاومة، مفيش علامات إصابات واضحة، مفيش فوضى في المكان. الجثة كانت في وضع هادي، كأن الشخص نام ومصحاش. لكن أي محقق شاطر هيلاحظ حاجة مهمة، الهدوء الزيادة ده مش طبيعي. لو أنا محقق في اللحظة دي، أول سؤال هسأله، هل دي وفاة طبيعية؟ لكن لما نبدأ نفحص، مفيش علامات مرض واضحة، مفيش شهود قالوا إنه كان عيان، مفيش أي دليل مباشر يفسر الوفاة. يبقى احنا قدام حالة غريبة، شخص سليم مات فجأة ومن غير سبب واضح، وده في حد ذاته لغز. الشرطة بدأت تفتش هدومه، وهنا حصلت أول صدمة حقيقية. مفيش محفظة، مفيش بطاقة شخصية، مفيش أي ورق، مفيش حتى اسم على الملابس اللي هو لابسها. بالعكس، كل العلامات اللي ممكن تدل على الهوية كانت متشالة وبعناية فائقة. ده بيخلي أي محقق يفكر فورا، هل الشخص ده اتشال من السجلات عمدا؟ وأثناء التفتيش لقوا حاجة صغيرة جدا في جيب داخلي من الجاكيتة بتاعته، قصاصة ورق مكتوب فيها كلمتين، تمام شد. الكلمة دي معناها انتهى الأمر أو النهاية. هنا بقى القضية بدأت تتحول من وفاة غامضة لرسالة مش مفهومة. دلوقتي لو نفكر بعقل محقق، شخص من غير هوية، رسالة النهاية، مفيش سبب واضح للوفاة، يبقى احنا مش قدام حادثة عادية. السؤال، هل دي رسالة قبل الموت ولا حد تاني هو اللي سابها؟ بعد أيام من البحث، الشرطة لقت حاجة مهمة جدا، كتاب شعر كان مرمي فيه عربية قريبة من المكان. ولما فتحوا الكتاب اكتشفوا المفاجأة، نفس الورقة اللي كانت في جيب الراجل كانت مقطوعة من آخر الكتاب. يعني ببساطة الجثة والكتاب والرسالة كلهم مرتبطين ببعض. دلوقتي الصورة بدأت تتكون، الشخص كان معاه كتاب فيه رسالة النهاية، الرسالة اتقطعت من الكتاب والكتاب اتساب في مكان قريب، وده معناه في تسلسل أحداث حصل قبل الوفاة، مش عشوائي. وأثناء فحص الكتاب الشرطة لقت حاجة تانية، رقم تليفون مكتوب بخط إيد، وده كان أول خيط ممكن يوصل لهوية الشخص ده. الشرطة اتصلت بالرقم وردت واحدة ست، ولما سألوها عن الراجل قالت أنا معرفوش، لكن طريقتها في الرد كانت غريبة شوية، مش خوف لكن نوع من التوتر. والأغرب إن التحقيقات بعد كده أشارت إن حياتها كان فيها ارتباطات غير واضحة في نفس الفترة. دلوقتي بقى خلينا نقف لحظة ونفكر، إحنا قدام راجل من غير هوية، رسالة النهاية، كتاب مرتبط بالجثة، رقم تليفون لست غامضة. السؤال هنا، هل دي مجرد صدفة ولا كل ده متخطط له؟ كمحقق هنحط فرضيات، 3 احتمالات. أول احتمال انتحار، الشخص قرر ينهي حياته وساب رسالة رمزية لكن مفيش دليل واضح. طيب لو جريمة قتل، وده الاحتمال التاني، في حد تاني متدخل وحاول يخلي الموضوع غامض لكن مفيش آثار لصراع.
طيب لو قلنا تالت حاجة، احتمال إن يكون في نشاط سري، ده احتمال لازم يتاخد وبجدية. تغيير الهوية، رسائل مشفرة، ارتباطات غير واضحة. لحد اللحظة دي القضية مش بس عن شخص مات، لكن عن شخص مفيش دليل واحد يثبت إنه عاش أصلا. هنحلل سبب الوفاة وهنشوف هل في تدخل خارجي، نحاول نوصل لأقرب تفسير منطقي للحقيقة. لكن السؤال اللي هيفضل معلق لحد ما نكمل، إزاي إنسان يموت وما يبقاش له أي وجود في العالم؟ بعد ما الشرطة جمعت الأدلة الأولية بدأ الدور الأهم، الطب الشرعي. لأن في القضايا اللي ما فيهاش إصابات واضحة الجسم هو اللي بيحكي الحقيقة. التقرير كان صادم وغامض في نفس الوقت، مفيش إصابات قتلة واضحة، مفيش علامات تدل على حادثة، مفيش دليل مباشر على سبب الوفاة، لكن في ملاحظات خلت المحققين يقفوا. بعض الأعضاء كانت في حالة غير طبيعية، في إشارات إن الجسم مر بحالة ضغط غير عادي قبل الوفاة. ده معناه الوفاة مش طبيعية تماما، لكن كمان مش واضحة. لو أنا مكان المحقق هنا هسأل سؤال مهم جدا، إزاي الشخص يموت من غير ما يسيب أي أثر واضح لسبب موته؟ الإجابة غالبا هتكون من الثلاث حاجات دي، يا إما مادة غير تقليدية، في بعض المواد ممكن تأثر على الجسم وبشكل سريع من غير ما تسيب آثار واضحة بسهولة، زي مثلا مواد بتأثر على الجهاز العصبي، أدوية، أو بتوقف وظائف حيوية وبشكل مفاجئ. ممكن يكون أخد دواء أثر على الجهاز العصبي، أو أخد مادة بتوقف وظائف حيوية للجسم وبشكل مفاجئ. لكن المشكلة في الوقت ده التكنولوجيا ما كانتش كافية عشان تثبت النوع اللي اتاخد بدقة، ده لو حصل أصلا. طب الاحتمال التاني، انهيار مفاجئ. ممكن يكون حصل توقف مفاجئ في القلب، أو حالة صحية محدش اكتشفها، لكن ده برضه مش مقنع لأن الراجل كان شكله سليم جدا، مفيش أي تاريخ معروف عنه. وده يخلينا نفكر في الاحتمال التالت، وده اللي هنقوله إن يكون في تدخل ذكي جدا. ده اللي بيبان إنه الأقرب، وفاة من غير آثار واضحة، إزالة كاملة للهوية، وجود رسالة رمزية. كل ده مش هيحصل صدفة، في حد عمل كده وقاصد يخلي الغموض ده حوالين القضية. في نقطة بقى مهمة جدا في أي قضية، لما تلاقي غياب كامل للهوية ده غالبا مش إهمال، ده تصميم. يعني حد اتعمد إن الشخص ده محدش يعرفه. خلينا نجمع كل الخيوط كده مع بعض بتفكير راجل مباحث، راجل شيك، مش شخص عشوائي من غير هوية تم مسح بياناته. رسالة النهاية اللي كانت موجودة معاه، وده احتمال يكون رمز، كتاب مرتبط بيه، ده وسيلة للتواصل، رقم تليفون في شبكة علاقات. كل ده بيقول حاجة واحدة، احنا قدام حياة مخفية. في الفترة دي بعد الحرب العالمية العالم كان مليان شبكات مخابرات. الراجل ممكن يكون مرتبط بنشاط سري، ده هي النظرية الأقرب أو الأقوى. ليه؟ لأن الجواسيس بيستخدموا هويات مختلفة وبيتم محو بياناتهم بسهولة، وبيستخدموا رموز مش مفهومة للعامة. كلمة تمام شد مش مجرد كلمة، ممكن تكون إشارة لنهاية مهمة، أو كود متفق عليه، أو رسالة لشخص تاني. ده يفتح باب خطير، هل في حد كان المفروض يستلم الرسالة دي؟ نرجع تاني للست اللي رقمها كان في الكتاب، هي قالت إنها ما تعرفوش، لكن وجود رقمها مش صدفة، ارتباطها بالقضية واضح، لكن المعلومات عنها محدودة. ده بيخليها جزء من اللغز حتى لو مش متهمة. طب تعالوا نفكر برا الصندوق، خلينا نفكر بشكل مختلف شوية. مش كل القضايا حلها بيكون مباشر، ممكن السيناريو يكون كده، الراجل كان جزء من مهمة والمهمة انتهت وتم إنهاء وجوده بالكامل، سواء بموافقته أو من غير موافقته. لو قارنا، انتحار مش مقنع بسبب التعقيد، وفاة طبيعية مش مدعومة بأدلة. طب نشاط منظم أكتر حاجة منطقية مع الأدلة اللي لقوها. المشهد هنا هو قضية مرعبة. ليه؟ لأنها مش جريمة، لكن
لأنها بتقول حاجة أخطر. ممكن إنسان يعيش ويتم محوه بالكامل كأنه ما كانش موجود. لحد النهاردة مفيش اسم مؤكد للراجل ده، مفيش سبب وفاة نهائي، مفيش جهة اعترفت بيه. القضية لسه مفتوحة لكن من غير إجابة من سنة 1948. هي دي الحقيقة النهائية. الراجل ده اتدفن من غير اسم، اتسجل في الملفات باسم الراجل المجهول. لكن السؤال الحقيقي مش هو مين، السؤال الحقيقي ايه نوع الحياة اللي ممكن تخلي إنسان يختفي بالشكل ده. القصة دي حقيقية، يبقى السؤال اللي لازم نسأله نفسنا: هل كل الناس اللي حوالينا ليهم هويات حقيقية فعلا؟ ولا ممكن يكون في ناس عايشين ما بينا ومش موجودين رسميا؟ لغاية هنا خلصت حلقتنا. ياريت تفعلوا معانا الاشتراك والجرس وتشتركوا معانا في القناة، وياريت كمان تعملوا لنا لايك للفيديو، هيشجعنا قوي. وهنسعد بتعليق جميل منكم. ايه رأيكم في القضية؟ هل ممكن تتوقع يكون ايه؟ حد فيكم يقدر يحل اللغز ده؟ طيب حط نفسك مكان راجل المباحث، هل ممكن تحل اللغز ده؟ ايه تفكيرك؟ وياريت تكون بتفكر بره الصندوق، وتعالوا نحل اللغز مع بعض. السلام عليكم.